السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله دلوقتي هنبدأ مع بعض اخر محاضرة في الرمد، وهي بتتكلم عن الاكسترا اوكولار فورين بودي، يعني جسم غريب خارج العين. مش خارج العين اللي هو خارج بره، يعني لا، هو في الجزء الخارجي من العين، اللي هي يا اما بيكون كونجكتيفال يا اما بيكون كورنيال فورين بودي، يعني يا اما في منطقة الملتحمة او القرنية. طيب، العيان هيجي يقولك ان دخل في عينه اي جسم غريب، فانت هتسأله عن لو في history of trauma. لو هو مثلا اتخبط هتقوله اتخبطت بايه. لو هتسأله لو عنده foreign body sensation، يعني لو هو حاسس ان في حاجة بتشكشكه وحاسس برملة، وهكذا. كمان هتسأله لو هو عينه بتدمع. بالاكزامينيشن هتمسك السليت لامب بتبص بيه، هتلاقي ان اكتر مكان موجود فيه هو الكورنيا والفورنكس، يعني في القرنية او الفورنكس اللي هي عند الزوايا كده. بالنسبة للتريتمنت فانت هتحوله للسبيشالست علشان يعمل ريموفال، هتحوله للمختص علشان يشيل الجسم الغريب ده. هو هيعمل ايه؟ هيعمل ريموفال فورين بودي، هيشيله، كمان هيديله انتيبيوتيك اي دروب، هيديله مضاد حيوي. هيديله ليبريكانت جيل او ارتفيشال تيرز، حاجه ترطب له او تعمل له دموع صناعيه. كمان ممكن يديله سايكولوبلوجيك او نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز علشان البين. طيب، بالنسبه لنا احنا في الاستقبال هنتعامل ازاي؟ اول حاجه، لو الجسم الغريب ده موجود في القرنيه، في الكورنيا، لو هو نوز امدت، يعني لو هو مش منغمس، هنجيب الجلاس روت، وهنلف عليه قطنة وهنبدأ نمسح القرنية لحد ما الفورين بودي يطلع معاك. اما بقى لو الجسم ده امدت منغمس، هنشيله بسرنجة انسولين. طيب ازاي؟ اول حاجة هنجيب جهاز السليت لامب، نبص بيه نشوف نحدد مكان الجسم الغريب ده موجود فين بالظبط. هنحط العيان بينوكس اي دروب علشان يعني كتخدير او بنج موضعي وكده. هنتني سن السرنجة بتاعة الأنسولين بدرجة، بزاوية 45 درجة. هنخلي الشطفة لبره، هنبدأ نشيل من جوه لبره. لو لقيت راست رينج لازم تشيلها، والأسهل انك تشيلها بعد 48 ساعة. بس الأول، ايه هي الراست رينج دي؟ هقولك ان لو دخل جسم غريب في العين، الجسم ده كان معدني من المعدن. طبيعي ان المعدن مع الدموع وكده، فالدموع هتخليه يصدي او هينزل منه صدى. الصدى اللي بينزل ده، انت بعد ما بتشيل الجسم الغريب بتلاقي ان الصدى ده سايب اثر في العين. طيب، الاثر ده اللي بنسميه الروسترينج، فده الاسهل ان احنا نشيله بعد 48 ساعة. طيب، لو الفورين بودي واصل للستروما او السنترال بتاع الكورنيا، ده في الحالة ديت لازم نستدعي النايب. طيب، بالنسبة لو الفورين بودي في الكونجكتيف، في الملتحمة بتاعة العين، هنعمل ايه؟ برضو هنجيب الجهاز السليت لامب، هنحدد مكان الجسم الغريب ده، وكمان هنحط العيان بينوكس اي دروب اللي هو هنحط له مخدر. بعد كده هتمسح الكونجكتيفا باستخدام كوتون تايبد ابليكيتور، اللي هو زي ما قلنا سلكت الودان دي، او مايستد جلاس روت شبهها برضو. اما بقى بالنسبة للروشتة اللي هيمشي عليها في البيت، فاحنا هنكتب له على فورتيموكس او توبريكس اي دروب، دي مضاد حيوي، هتبقى قطرة للعين 5 مرات يوميا. هنكتب له كمان على نيفيناك اي دروب، دي قطرة للعين 3 مرات يوميا، عنديت عشان الالتهابات وكده وتخفف له الألم. كمان هنكتب له على كورنيرجيل جل، ده علشان يرطب عينه 3 مرات يوميا. بس كده احنا بفضل ربنا قدرنا نخلص موضوعات الرمد اللي موجودة في كتاب دكتور جايد كاملة. كده البلاي ليست خلصت كلها، ما كملتش ساعة الا ربع. يعني ممكن حد يعني لو حد لسه ما شافهمش او حابب يراجع اليوم هيسمعهم كلهم في ساعة الا ربع. ان شاء الله هنستكمل بعد كده محاضرات ال ENT، هتكون برضو فيديوز قصيرة. اتمنى تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم.